اهلا بكل محبي الدوري الانجليزي اللي بيتفرجوا علينا من كل مكان في البلوجز. انا اللي بقول المقدمه عشان لازم دايما عشان بيبقى تليفوني فبحس بطلعه واعملها. تعالوا معانا النهارده لمدينه مانشستر. احنا واخدينكم معانا الرحله، معلش ما اعرفش ليه شكلي ولد بس يعني استحملوا معانا. رايحين دلوقتي من بيتنا لمدينه مانشستر عشان نتفرج على مباراه القمه، على احلى ماتش في الموسم. يا ريت ما تقولش هيبقى 0-0. لا مش كل سنه يبقى 0-0. النهارده انا متوقع اجوان. بكره صحيح. المهم يعني ان احنا دلوقتي في الطريق، بس لو بتحبوا الحاجات دي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفتحوا جرس التنبيهات وتقولوا لنا دايما رايكم في الكومنتات. وانتوا دايما بصراحه بتعملوا ده من غير ما نقول، عشان البلوجز دي بتبقى متعبه وفيها تنظيم كتير قوي، ان احمد ياخد اجازه ونلاقي تذكرتين جنب بعض ويبقى الاستاذ بيدخل الاستاذ ونسافر بالاستاذ. بس فلو بتحبوها قولوا لنا عشان نعمل كل المجهود ده عشان خاطركم. فيلا بينا. الحمد لله ان المحطه فاتحه عشان امبارح كانت قافله. حد جه ورمى حاجه، ساب شنطه سسبيشس او يعني مشكوك في امرها، بس هو كان حاجه بجد يعني ما كانوش بيهبلوا. قفلوا المحطه والشارع كله والمنطقه وتسوحنا امبارح. الحمد لله فاتحه النهارده عشان نعرف نروح مانشستر. مبدئيا كده ازاي بنروح مانشستر؟ احنا من بيتنا بناخد اتوبيس بنتمشى الاول بنتمشى 12 دقيقه، ناخد اتوبيس للمحطه اللي في منطقتنا، ناخد قطر لمحطه اسمها لندن يوستن. دي محطه منه دلوقتي احنا فيها دلوقتي. دي لندن يوستن. لا مش لندن يوستن، لندن بريدج. سوري لندن بريدج. بناخد انا اللي هعلمك انجلترا يا هانم. بناخد قطر لندن بريدج، بعدين بناخد المترو من لندن بريدج للندن يوستن. ولندن يوستن ده بقى المحطه اللي بتودي بقى مانشستر وليفربول بقى وجلاسجو وكل الحتت التانية اللي في بريطانيا الكبرى ولا بريطانيا يونايتد كينجدم. يا عم في انجلترا. لا ما هي مش في انجلترا، ما هي دي في الامم المتحده. فبس فاحنا دلوقتي في لندن بريدج، هنركب المترو ونروح المحطه. اوريكم العذاب بعينه بقى. تخيلوا بقى لما انا سافرت مع دومي لوحدي مانشستر كده بالشنط. دايما بحب ابص جوه درجه اولى كده اشوف لو في حد مشهور. شفتش اي حد. Adam, say hello to the camera. Is your sandwich yummy? طعمه حلو؟ say بجد احلى حاجه حصلت لنا في حياتنا ان القطر فاضي. ده انت وحظك بجد. عاده يوم السبت بيبقى زحمه وعند كل كرسي بيبقى مكتوب القطر متاح ولا لا. يعني احنا اصلا عندنا كراسي بس طبعا دومي ملوش كرسي، بس كميه كراسي فاضيه فعرفنا نقعد احنا الثلاثه في منطقه واحده. بس كنت عايزه بس اقول حاجه، ان حاجه بتضايقني قوي ان سفريه مانشستر دي بتكلفنا اكتر بكتير قوي من ان احنا نسافر اسبانيا مثلا. يعني القطر لمانشستر، عشان كتير منكم دايما بيبقى عايز يعرف الاسعار، القطر لينا احنا الاثنين ب 150 استرليني، وده عشان احنا معانا كارت بيعمل لنا تخفيض 30% لو مسافرين مع بعض. هو اصلا باكتر من 150 استرليني. تذكره لاسبانيا جبت واحده قبل كده ب 19 استرليني. فيعني في حاجه بقى السوبر ماركتس هنا كلها بتعملها اسمها ميل ديل، ودي بتبقى ارخص طريقه ان حد مش يشبع يعني. بس انا عايش عليها الصراحه. انا في الشغل عايش على الكلام ده. من 3.5 استرليني ل 5 استرليني بتجيبوا ساندوتش او طبق ممكن يبقى فيه باستا كده بس بيبقى صغنن، ومشروب وسناك ده ممكن يبقى بيض مسلوق، ممكن يبقى شيبسي، ممكن يبقى عنب مثلا. المره دي جبناها عنب. ساعات بيبقى في كده اكياس فراخ صغيره كده بالظبط مقليه ساعه بتاكل حلو قوي برضه. يعني تحس الفكره، حاسس حاجه غريبه بس طعمها حلو. نفسي يعني من الاخر يعملوها في السوبر ماركت في مصر. حاساها دايما بتبقى رخيصه. ال3 استرليني ده لو حولتها بالمصري هيبقى كتير، بس بالنسبه للاسعار هنا هو بجد سعر حلو قوي. كل الناس بتعيش عليه. مع احمد كان بيحاول ينيم دومي، جيت ابص لقيت المنظر ده. واحد نايم والتاني مصحي. وصلنا مانشستر والجو زي ما انتم شايفين تحفه.
ومعانا حبيبنا صديق قلبنا محمد، اجدع مصري في مانشستر. اللي عايز اي حاجه في مانشستر، العمده بالظبط كده على راي سلمى وادم اهو. بس ادم يعني بيمرمط سلمى ورا، حرام يعني. مانشستر والله انا مش مصدق، انا اول مره في حياتي اجي مانشستر ويبقى الجو مش مطره وسيول وارجع عيان، يعني مش مصدق نفسي الصراحه. فانتظروا فلوج من مانشستر بنكهه مصريه ان شاء الله. وصلنا مانشستر زي ما انتوا عرفتوا، وانتوا عارفين ماتشات الساعه 3 في انجلترا ما بتتذاعش غير لو في مكان مشغل بين سبورتس. فلقينا قهوه، يعني بصوا مشاريب مبدئيا، واللب احنا بناكل لب وقهوه تركي وشاي النعناع. وادم اهو. بص بقى الماتش ورايا، ولا كأننا قاعدين في شارع النزهه، يعني مش عايز اقول لكم قاعده مصري مصري مصري. طبعا ادم اتخنق من القعده طبعا في الكافيتيريا، يعني قاعد ما بيعملش حاجه، قاعد بيتفرج على الماتشات، والواد طبعا يعني هيموت مننا. فقررنا نيجي نتفرج على الماتش الاخير النهارده، كريستال بالاس ويونايتد، من البارك من الحديقه. وادم يبرطع براحته زي ما انتم شايفين كده. براحته قوي الصراحه، ماسكينه عشان لو سيبناه براحته انتوا مش فاهمين اللي هيجري مش هنلحقه تاني، يعني هو بطيء بس يعني صغير بس يحير. هلو لوك بتاعتك. قول هلو. واو، راح فين ادم؟ لوك هير. اصبحنا يوم الماتش الصبح، السما بقت مغيمه، مانشستر رجعت لعادتها القديمه، وجبنا دومي يطلع طاقته شويه في الحديقه. طبعا الدنيا كانت بتمطر فكل حاجه مبلوله. ادم عايز تلعب؟ يس. وهي دي مانشستر اللي احنا عارفينها، بمطرها بسمائها جراي، يعني ايه بالعربي؟ الرمادي. هي دي. وادم مستمتع. ديناصور. ادم عامل راح. بالك اللي عاملها كان طباخ مش شيف. عجبه اللبن. وصلنا يا جماعة عند الاستاد، الجو بشع بشع بشع. ممكن بقى نطلع في فلوج مروان كده. مروان بيشتري سكارف السيتي عليها لوجو سيتي. عشان احطها. مروان الخاين. عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، الانجليز بيكرهوا السكارف اللي مروان شاريها دي، هي معروفه انها مكروهه، وبيحسوا ما فيش حد حقيقي، جمهور حقيقي هيشتري يا مشجع يا فشنج. عليها لوجو الفريق التاني، وبيتريقوا على كل الناس اللي لابسينها. انا قلت اقول لك يا مروان. مش مشكله، احمر واحمر. نسيت ايه يا مروان؟ نسيت الجوانتي. درجه الحراره 21. 21 بتمطر، نعمل ايه اكتر من كده؟ ما تقوليش بقول لها جوانتي تقول لي الجو حلو. حلو ايه؟ احنا انا حاسس ان انا عملت على نفسي. بص عاملين ازاي. انا مش عارف والله العظيم يا جماعه، برود غير طبيعي، انا بموت. تحضيرات ما قبل الريل. تحضيرات ما قبل الريل. يلا يا سلمى هنموت. الحمد لله يا جماعه دومي نام. لو كنا دخلنا الماتش من غير ما ينام كان هيبقى نكد. بس احنا دلوقتي واقفين مكان ما اللعيبه بتخش عشان نحاول نخلي دومي يسلم على هالاند مثلا ولا رودري، يلمس ايده كده، يديله التاتش بتاعه كده، والله تبقى ياه ان شاء الله. بصوا يا جماعه، كاب كيكس مانشستر سيتي. ثانك يو. بصوا حلوه قوي، بيوزعوهم ببلاش، لذيذ قوي والله.
so we're hoping to carry that and then وحاجة تانية حلوة قوي ان هم مشغلين الماتش، مش كل استادات بتعملها، في شوية استادات بيعملوها شوية لا. ايه رايك يا استاذ ادم في ماتش النهارده؟ تفتكر هيكسب كام؟ سيتي ولا ارسنال؟ ده راي مهم جدا. ويا جماعة في أوضة عشان نغير للبيبيهات دينج دونج، عشان نغير للأطفال. والله العظيم الحاجات الصغيرة دي والله بتفرق بجد، يعني اللي بيحاول يروح ماتشات مع الأطفال بياخد باله. دينج دونج دينج دونج دينج دونج. يلا نقعد ناكل. حلو يا آدم. احنا دخلنا استاد قبل الماتش بكتير قوي عشان دومي كان خلاص اتخنق فكنا عايزينه يجري. فالحلو بس ان طوابير الاكل بتبقى افضل بكتير. فهبص دلوقتي، انتوا مش فاهمين يا جماعه الفرق في الاسعار ما بين مانشستر ولندن. لا انتوا مش فاهمين، ارخص بكتير، كل حاجه ارخص بكتير قوي هنا. جبت سندوتش فراخ ب7 الا ربع، واللي فاكر في ماتش توتنهام لما جبت بطاطس محمره ب12، فيعني ده الفرق. ادم لعيبك المفضل ريكو لويس نزل ارض الملعب. المطر والله انا وانا نازله ما كانش كده. اول واحد اتضرب بالبنيه ولا ايه بالوصيه ولا ايه ده؟ الراجل اللي وقع؟ راجل ما دام مدخل الشورت في البنطلون يبقى راجل الشورت في البنطلون. جماهير سيتي بيغنوا لجماهير ارسنال انتوا كنتوا هتكسبوا الدوري، بيغنوا لهم ابطال اوروبا ابطال اوروبا عمركم ما هتغنوها طبعا. بيغنوا لهم يا ارسنال يا مملين. بيغنوا لهم انتوا بتغنوا بس وانتوا متعادلين عشان سكتوا كمان دلوقتي، فبيقولوا لهم انتوا بتغنوا بس وانتوا متعادلين.
لما كنا بنقول ان احنا هنتبل، احنا بجد يعني لو عملت كده هتبل، لو عملت كده هبقى مشهور. واحد واحد يا جماعه. الناس اللي بتسالنا ليه مش بنجيب الاهداف، بنخاف من ان احنا نتاخد حقوق بس، فبنحاول نجيب حتت قليله قوي يعني، فبنحاول ما نجيبش الاهداف. ووكر وحش قوي. لما تتعب اديهولي ها. باركوا لدومي يا جماعه، اتحجب. ادم سمايل. بصوا جابرييل ودوف. صح يا ادم صح، عشان رجعت في كلامي احنا بنتغرق. انا رجعت في كلامي احنا بنتغرق رسميا. وادم مبسوط وبيقول رين بلين. كان في طياره. وانا كل ما اتفرج على الواد ده قدام وشي يروح جايب جون. لا بجد اتخنقت. سكن الاساسي. ساكا الاساسي. معرفش مين تيودورو ده بس يعني ماشي. جمهور سيتي مش طالع لهم صوت، وطبعا جماهير ارسنال صوتهم عالي قوي ومهيصين. معرفش اشوفهم ولا لا بس هم بعاد. مش راضي يطلع ولا وحتى ساكا اللي حيلتي خرج. ايوه بس يعني جابرييل يا عم خرج ووكر يا عم. هو جوارديولا عارف حاجة احنا مش عارفينها ولا هو ليه مش بيلعبوا؟ يعني انا عايزة اعرف هل هو في حاجة احنا مش فاهمينها ولا ايه؟ مستني ايه طيب يعني؟ انا حاسة يا خلاص ارسنال مش هتهاجم، وحتى ساكا ما فيش اي حد هيهاجم خلاص.
الدقيقه 66 الجمهور كله عايز يعني يا دي بروين يا فودن يا جريليش اي حد ينزل، ويعني مش فاهمين جوارديولا لغايه دلوقتي الصراحه ليه ما بينزلش اي حد. مكبسين عليهم في جوه ال 18 بس ده طبيعي، وارتيتا مستني ده بالظبط، ما حدش هيفكها غير البلاي ميكرز بتوعك، فلما نشوف اللي هيحصل وهينزلوا امتى. اخيرا فودن ستونز وجريليش نازلين. بصراحة برافو أرسنال، برافو قوي. فودن يا عم. عجبتكم كلكم الجماهير طفحت عينها اللي فاتت؟ هم الجماهير بجد طفحت عينها. اخر نص ساعة من الماتش كله نفس الحاجة، سيتي وحشين قوي وارسنال هايلين. ارسنال بتضيع وقت، ومع كل تضييع وقت الجماهير بتوعي على شعلت. هو لسه بدري قوي، بس لو على الماتش ده ارسنال بيستاهلوا بجد، يعني بجد برافو برافو يعني. بجد راية مش طبيعي، راية مش طبيعي، صح يا دوني؟ بيغنوا لهم نفس ارسنال دايما بيغشوا. بجد يستاهلوا يكسبوا 100%. دفعوا باستماتة. عملوا اللي عليهم بزياده، وسيتي وحشين. سيتي ما فيش اي كرياتيفيتي، ما فيش اي حلول، كله اللي عمال يباص حوالين ال 18. لو قعدنا البوكي مش هيجيبوا جول من الماتش ده. والله. بس اصلا جماهير ارسنال المفروض تبقى مبسوطه ان سيتي مهيصين قوي كده، ان هم اتعدوا ارضهم. بيغنوا لهم عشان كده احنا ابطال، عشان كده احنا ابطال. بصراحه جت كده يعني، صح يا ادم؟ بس بجد جماهير ارسنال والله ما تزعلش. لا انا مشجع ارسنال، انا خارج مبسوط جدا. بس خلصة مطلوب مني واحد من الشوط الاولاني، الشوط الثاني كله كان على الهجمات عنهم. قبل الماتش لو قلت لهم ده هيحصل هقول ماشي، بس اثناء الماتش هم سمعوا وحقهم. بس لا يعني الماتش كمان
If you're happy and you know it, say آدم. المشكلة ان انا حاسة كمية الناس اللي اتكلمنا معاهم وتوقعوا تعادل بس ما حدش توقع السيناريو ده. 2-2 وطرد وإصابة. رودري يتصفى اول 5 دقايق، فودن ودي بروين ما يلعبوش يعني ما يبدأوش. طرد، خناقة، سيتي يقعدوا يشوطوا 20,000 شوطة ورايا يقلب وارسنال تضيع وقت ورايا اون فاير يعني. لا كان ماتش حلو قوي 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 قوي. ده انا كل اللي انت تعوزه كمشجع. لا ما كانش فيه بانالتي. كان في ضربة جزاء بس كان في كل حاجة تانية وطرد وكل حاجة يعني. لا كان ماتش حلو، اتمنى يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. احنا دلوقتي بقى رايحين للمحطة، بنتمشى للمحطة عشان لو حاولنا ناخد مواصلات مش هنوصل، وهنوصل بيتنا ان شاء الله على الساعة 1:30 الفجر كده. بصوا المنظر ورانا عامل ازاي. ان شاء الله نحاول نمنتجها لكم في القطر. لكن ظلمونا خذوا منا النقطة. ايه رايك في الماتش؟ ظلم بس مبسوط في الاخر ولا ايه؟ والله 50-50 50-50 بس اهم شيء ان انظلمنا انت كالعادة. عشان بس جون جه في اخر لحظة. اي والله الظلم والطرد مش طرد، ظلم قانون علينا بس. المشكلة في احنا الاستمرارية. مظلومين والله. قولوا لنا في الكومنتات لو انتوا شايفين ارسنال مظلومين. انا ما شفتش بصراحه ضيع الوقت ازاي يعني او وقف البتاع ازاي، بس طبعا واضح ان هم منبهين عليهم ما فيش الكلام ده خالص، فهنشوف يعني. بصوا الناس في الترام عاملين ازاي. بحب اشكر مانشستر على شعري قوي. وعلى المطرة. ما هو وعلى البلل. ما هو شعري ده وعلى بسبب المرمطة. المطره. بس كده يا جماعة، الساعة 1 الصبح واحنا لسه قدامنا شوية في الأتوبيس. ما شاء الله الشعر قاعد يوحش والمطرة قاعدة تزيد. الدنيا بتمطر وتبلينا وآدم اتبل وحاجة. الرجوع كان صعب قوي يا جماعة الصراحة. بس فيا رب تكون عجبتكم وتبقى يعني فدا كل الحاجات دي، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. عايزين نوصل الفيديو ل 2000، عايزين نوصل لل 2000 دي بقى بجد مرة. الفلوج يستاهل والماتش كان حلو فعلا. بالظبط. بنشوفكم على خير الحلقة الجاية إن شاء الله.